انا كنت قاعد كده قدام التلفزيون فبالصدفه بقلب كده فلقيت ماتش الاهلي والاتحاد السكندري هيبتدي. لا، فقلت لنفسي كده بيني وبين نفسي، ليه النادي الاهلي دايما او نادي الزمالك بس نادرا، نادي الزمالك اقل بشويه يعني مش دايما يعني، بس نادي الاهلي غالبا يعني او نادي الزمالك شويه نادرا. هما الاتنين بيكسبوا الدوري، ليه ما بنشوفش فريق تالت ورابع وخامس وسادس بيكسبوا الدوري؟ فقلت لنفسي العمليه دي كلها ليها علاقه بالنفسيه. يعني مفيش نادي على وجه الكرة الأرضية، حتى الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، الكلام ده في كل النوادي، كل الدوريات. أعتقد العملية دي ليها بعد نفسي. كون إن الفريق ما يبقاش كده، فريق مثلا الفرق الصغيرة ما عندهاش كده الحافز والطموح إن هي تلعب الفرق الكبيرة، تفتح جناحاتها وتفتح خطوطها كده، بالطول وبالعرض كده وتهاجم وتدافع. بتلعب الفريق الكبير راس براس ولاعب ولاعب. كون ان هي ما بتعملش كده، فهي بمعنى اصح هي هي نوادي نفسيا عندها ازمه نفسيه او عندها خوف نفسي من الفريق المقابل اللي هو الاقوى منها والاعلى منها. وده طبعا شيء سلبي. ده يعلمك في الحياه بشكل عام ان انت آم، السجن اللي جواك هو سجن الخوف بتاعك. ملوش علاقه بقوه المنافس. يعني ممكن قد يكون منافس قوي الى حد ما، لكن انت قوتك انت اعلى منه، لكن انت نفسيا مدمر وخايف منه. خوفك منه ده هو اللي مخليك اقل منه. فاياك تخاف من اي حاجه أو اي شخص او اي منافس ليك، ما تخافش منه تماما. اتعامل معاه ند بالند. رغم انك في نظر الناس كلها قليل، لكن لا، انت مش قليل. انت معاك 11 لاعب. انت كفريق مثلا فريق كوره معاك 11 لاعب قصاد 11 راجل قصاد 11 راجل. راجل قصاد راجل. هو ده الفيصل. لكن كونك انت تتعامل مع الفريق المنافس بخوف زياده بتحفظ او بدفاع زياده، او ان انت انسان دفاعي بتدافع عن نفسك بزياده، لا، ما تخافش. افتح خطوطك، العب راس براس، ما تخافش. الدنيا عباره عن لعبه زيها زي الكوره. انت المفروض ما يبقاش عندك خوف. افتح خطوطك وما تخافش يعني، وانتشر في الملعب وتعامل بطبيعيه خالص مع المنافس، وعلى ان هو منافس زيك زيه زيك مش اكتر. بس